مع الشاعر راضي الطهطاوي عضو اتحاد كتاب مصر. اهلا بحضرتك استاذ راضي. اهلا وسهلا يا استاذه شيرين، واهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. دائما ما تمتعنا بكلماتك الجميله في كل مناسباتنا، فيعني النهارده بقى هتمتعنا بايه يا استاذ راضي؟ معانا قصيده ليله القدر، ونحب نصبح على الاستاذه فاطمه ايضا. صباح الخير على حضرتك. معانا قصيده ليله القدر بتقول: اه يا ليله القدر العلا، يا ليله السعد الجليل، طوبى لعبد قد دعا وبخشيه الدمع الذليل، يبكي ويرجو نعيمها والقلب من شغف وجيل. يا ليله فيها الرضا، فيها الرجا وصل اصيل. يا ليله وتعاظمت، فتحت لنا الخير الجميل، حتى الطلوع لفجرها بسلامها ظل ظليل. قرآن ربي قد أتى نورا على درب السبيل. يا ليلة القدر الهدى، رمضانها السر الفضيل، وبفضلها زادت على 1000 من الشهر المثيل. فاغنم لهذا وقتها، نفحاتها تشفي العليل. وملائك وروحها طافت وحامت كالهديل. يا حظ عين قد رأت منها البشائر أو دليل. الذات تسمو بجهدها، تجني من البنح الجزيل. بركاتها تسري هنا، قد تاه عن ركب جهيل. والكون يفرح يزدهي بالفيض من نعم تسيل. يا ليلة وبوصفها كل المديح له. الله، كلمات جميلة يا أستاذ راضي، وزي ما تعودنا مع حضرتك دائما ما تمتعنا بكلماتك الجميلة وبتشاركنا كل مناسباتنا، سواء كانت مناسبات دينية وطنية، أحداث بتمر بينا، كل يعني عايزة أقول إن حضرتك مش بتفوت أي مناسبة غير لما بتشاركنا بهذه الكلمات الجميلة. أستاذ راضي الطهطاوي عضو اتحاد كتاب مصر، بشكر حضرتك جدا وكل سنة وحضرتك طيب. كل عام وحضراتكم بخير، وشكرا لفريق عمل البرنامج، الاعداد وكل الفريق، واحنا بنتشرف بتواجدنا معاكم استاذ شيرين. كل التحيات. بشكر حضرتك جدا يا استاذ راضي، شكرا. نرجع بقى فاطمة.